السلام عليكم. النهارده بقى هنعمل مع بعض اشهر وصفه محبوبه ومعروفه هنا في مصر، من احلى الاكلات الشعبيه اللي بنتميز بيها كمصريين، بنحبها ونعشقها. المصريين او حتى غير المصريين محدش هيجربها غير ويحبها جدا. الكشري المصري هعمله معاكم بكل المكونات اللي بتتعمل في المحلات. مش هقولك بقى المره دي انك هتطلعيها زي المحلات بالظبط، ده انا هقولك على سر الطريقه والمكونات اللي بتخليه يطلع معاكي نفس طعم اشهر محلات الكشري الموجوده هنا في مصر. تابعي معايا الطريقه بالتفصيل وبالترتيب، هيطلع معاكي حلو جدا. هتحبيه وتعشقيه، واثقه ومتاكده انك لو جربتيه بطريقتي باذن الله هيعجبك. قبل بقى ما نبتدي، لو عجبتك وصفه النهارده يا ريت ما تنسيش اللايك والشير، واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش. ويلا نسمي بالله ونشوف عملت ايه. جبت كوبايتين من العدس اللي بجبه، وهتنقعيهم نص ساعة. لو ما عندكيش وقت يبقى اسلقيهم نص سلقة. سلقت كمان الحمص في مية وحطيته على النار لحد ما يستوي. جبت كمان 3 بصلات قطعتهم جوليان، وهحط على كل بصلة معلقة كبيرة من النشا. زودي بقى في البصل لان هو دوت ورد الكشري ده. هو اللي بيطعمه وبيديله طعم حلو جدا، ولازم تبتدي بيه لان ده البيس او الاساس اللي على اساسه هنشتغل في باقي الكشري. انا بحط زيت كده كافي عشان ده كل الزيت اللي هستخدمه في الوصفه. زي ما قلت لك في زيت غزير هتنزلي بالبصل لحد ما ياخد لون دهبي حلو، وطلعيه افتح درجه من الدرجه اللي انت عايزاها، لان بيغمق شويه بعد ما بتطلعيه. هنطلعه طبعا على مصفى، ولازم تفرديه كده عشان يفضل مقرمش وطعمه حلو معاكي لاخر حبايه بصل. كل ما كان مقرمش كل ما ادى طعم حلو قوي. اول ما بطلعه برشه رشه خفيفه كده من الملح، وبفرده زي ما انت شايفه في المصفى، وبسيبه عشان يفضل معايا مقرمش وطعمه تحفه. للصلصه هاخد بقى اصفي حبه من الزيت بتاع البصل، كبشتين كده من الزيت حلوين، وهحط بصلايه صغيره تتحمر معايا. وعلى فكره يا جماعه، كشري المطاعم بيحطوا فيه بصلايه صغيره مش توم فقط. هضيف عليهم معلقة كبيرة من الثوم المفروم، حوالي 5 فصوص من الثوم. وأول ما يبتدي يحمر كده هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، خد لون دهبي حلو. هنزل عليه بربع كوباية من الخل، يعني 4 معالق كده كبار من الخل. وبعدين هنزل بمعلقتين كبار من الصلصة. هقلب الصلصة كويس جدا. وبعدين معايا 4 كوبايات من الطماطم المضروبة في الخلاط، حوالي لتر من عصير الطماطم. ضرباه كويس من غير ميه. انا بضربه في الكبه من غير ولا نقطه ميه. هنزل بيه بقى كده، او ما لو مش عندك هتضربي في الخلاط يبقى بحبه ميه صغيرين. وهبتدي اسيبهم يتسبكوا مع بعض كده 10 دقايق ولا حاجه. بياخدوا ده القوام اللي بنوصل له بعد 10 دقايق. هبتدي بقى اضيف له معلقه صغيره كده من السكر، ومعلقة كبيرة من الكمون. والكمون هنا هو أساس الكشري يا جماعة. كمون، معلقة كبيرة من الكمون، معلقة كبيرة من الملح، نص معلقة من الفلفل يا جماعة الأسود. هو السر أو الأساس في صلصة الكشري رشة جوز الطيب. هضيف نص معلقة صغيرة من جوز الطيب، ودوت اللي بيديها الطعم المميز بقى لصلصة كشري المحلات. هقلبها كويس جدا وهسيبها لحد ما اوصل للقوام ده، قوام متوسط. صلصة الكشري بتاعت المحلات ما بتبقاش تقيلة ولا بتبقى خفيفة، طبعا هنوصل للقوام الوسط دوت زي ما انت شايفة. وهبتدي اطفي عليها. جبت حلة على النار، حطيت فيها بقى كبشتين كبار متصفيين من الزيت بتاع البصل. وهحط عليهم كوبايتين كده من الشعرية. الشعرية عشان تاخد لون حلو معايا، رشتها رشة من الملح والفلفل الاسود لحد ما اتحمرت واخدت اللون الذهبي الحلو. نزلت عليها بالعدس وشمعتها كويس جدا. بعدين هنزل بالرز وهبتدي اقلب لحد ما الرز دوت رز مصري مغسول ومتصفي لحد ما اتشمع معايا كويس جدا. ضفت عليه ميه مغليه اعلى من الرز نص، يعني عقله صباع، يعني عقله صباع واحده عشان ما يعجنش منك. ضفت عليه بقى معلقه كبيره من الملح، وزيها من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. وقلبتها كده ببعضها وسبته لحد ما اتشرب، وهديت عليه النار وسبته بقى يكمل سوا. جبت حلة على النار، حطيت فيها معلقة كبيرة كده من الملح، وضفت عليها نوعين بقى من المكرونة المشهورين في الكشري، اللي هي الاسباجيتي والعقل الصغيرة. وهسيبها لحد ما تستوي معايا. ويلا نعمل أجمل دقة بقى بنفس طعم دقة المحلات.
يلا بينا. هنجيب حلة على النار او كسرولة، هحط فيها كوباية من المية المغلية. هكون دقة بقى معايا 5 6 فصوص توم كده كبار حلوين، مع نص قرن فلفل كوبي او قرنين من الفلفل الحامي، زي ما انت عايزة. لو عايزاها حامية اعملي قرنين من الفلفل الحامي، دقيهم بقى في الهون او في الكبة. كويس جدا، وهسيبهم يغلوا حلو قوي مع بعض. بعد كده هضيف نص كوباية من الخل، هضيف عليهم 3 ليمونات حلوين كبار كده. لو الليمون عندك صغير استخدمي 4 ليمونات، اعصريهم كلهم كويس. هضيف معلقة صغيرة من الملح، عليها نص معلقة صغيرة الكمون والكزبرة، ورشة كده من الفلفل الأسود، وهقلبهم كويس جدا بقى مع بعض، وهنسيبهم بقى يهدوا كده مع بعض. وعلى فكرة الدقة احنا سيبناها في الأول غلت غلوة كده بسيطة، أنا هنا طفيت عليها. بصي بقى الدقة دي تحفة جدا مع الكشري ومع الفول. كل سنة وانتم طيبين، لو هتعمليها الفول رمضان هيبقى تحفة. هنا أنا صفيت بقى المكرونة من المية بتاعتها بعد ما اتسلقت كويس، وهضيف لها كبشة كده من الزيت بتاع البصل. ده بيخلي الزيت لما بتقلبيها عليه على المكرونة بتفضل معاكي بقى مفرفرة وتحفة. لآخر طبق هتغرفيه هتفضل المكرونة كل حباية بحباتها زي ما انت شايفة كده، بعيدة خالص عن بعضها، وبتبقى تحفة. ويلا بقى نعمل احلى شطة للكشري. طبعا الناس اللي بتحب الاكل سبايسي هيحبوها جدا. هاخد كبشة كده من الزيت برضو بتاع البصل، هحط عليها معلقة كبيرة من البابريكا ومعلقة كبيرة من الشطة. ولو عايزة تزوديها وتخليها سبايسي اكتر حطي معلقتين من الشطة، بس هي كده هتبقى حامية جدا. انا حطيت معلقة من البابريكا ومعلقة كبيرة من الشطة، وسبتهم في الزيت كده. وبعد كده هنزل عليهم على طول بكبشتين كبار من الصلصة. الصلصة طبعا بتبقى تقيلة شوية عن الشطة دي، فلازم نخففها بربع كوباية من المية، هخففها بيها وتاخد غلوة واحدة بس، وهطفي. وهي الشطة بتكون أخف شوية من الصلصة، وبتكون الدهون دسمة، يعني بتكون الزيت كده ظاهر بتاعها على الوش. وزي ما قلتلك لو انتي من الناس اللي بتحبي الحاجة سبايسي جدا جدا ممكن تزودي بدل معلقة الشطة دي حطي معلقتين بس، هي كده مظبوطة وتحفة. بجيب بقى الرز بتاعي بفرده كده زي ما بتشوفي، بيبقى مفردين الرز عشان يفضل مفرفر، وبيفردوا البصل، وتفردي المكرونة بتاعتك. بفردها في حاجة واسعة كده عشان ما يعجنش. وبعد كده ابتديت اغرف بقى، هتحطي الرز وعليه كده الحمص طبعا بعد ما صفيناه عليه المكرونة. بصي المكرونة بالواحدة ده بسبب كبشة الزيت اللي بنحطها عليه. حطيت كمان الحمص. الدقة بقى بتاعتي خطيرة. هتحطي عليه دقة، هتحطي عليها من الشطة، وهتحطي عليها من الصلصة. الكشري ما بيحلاش غير كله على بعضه كده، وتلخبطي وتلغوصي ويبقى يطلع معاكي احلى احلى طبق كشري هتاكليه في حياتك. بجد بجد مش هتفرقيه عن باقي المحلات. الصلصة طالعة تحفة، قوامها ممتاز وطعمها حلو جدا. الشطة رهيبة. الدقة قوامها حلو جدا وطعمها حلو قوي. حطي بقى البصل بتاعك او ورد الكشري زي ما بنقولوا عليه هنا في مصر، وجربي ولخبطي كله ببعضه كده وهيطلع معاكي خطير. بصي هنا بقى الصلصة هتحطيها على الوش، وعليها الدقة وعليها البصل، وتاكلي بإذن الله أحلى طبق كشري هتاكليه في حياتك. بجد جربي الطريقة، أنا واثقة ومتأكدة لو جربتيه بطريقتي بإذن الله بإذن الله هيطلع معاكي أحلى من كشري المحلات، وأنضف ألف مرة. انت عاملة حاجة لولادك بإيديكي أنضف كتير من بره، ضمناها وضامنه كل مكوناتها ان هي نظيفه وحاجه كفايه ان هي من ايدك. جربي بقى بطريقتي. ولو وصلتي معايا لحد دلوقتي في الفيديو يا ريت ما تنسيش اللايك والشير والتعليق لو بحرف يرفع الفيديو ويوصل لاكبر عدد ويستفيد. ولو لسه ما اشتركتيش في الصفحه اشتركي في القناه واعملي طبعا عشان يوصلك منا كل جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله.